يا صباح الخير، صباح الازدحامات، والله يعطيكم الصحة والعافية. وهاي الازدحامات كلها بسبب هذا الجسر اللي جاي يشتغلون به وبسبب الجامعة الوطنية. ويوم جديد مع سائق تاكسي جوال، راح نسولف بكل ما يخص التاكسي والشارع وشلون راح تشتغل، والله يسهل عليكم وعلي، وخلونا نبلش يومنا ويلا. وحاليا رجعت على البيت لان نفس ما تعرفون الاولاد لازم اوديهم للمدرسة. هلو 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 هلو. ايه حبايبي، حاليا راح اودي الاولاد للمدرسة. بقى كيان ماكو. كيان شنو جاي يسوي؟ هسه راح البس حذاء راح يلبس حذاءه. وهذا كيان اجى، وخلونا نتوكل على الله. ليش هذا نازل على عيونك هيك؟ شنو الجو هيك بارد؟ حتى مو انت ما تبردني اتصلك ساعة بالسيارة. لا صدق؟ ايه طبعا وصلت الاولاد للمدرسة ولله الحمد، واكو بيكم سألني كم سؤال. يسار ليش ما تقول الرقم اللي انت تشتغل به؟ اخواني الاعزاء، الله يعطيكم الصحة والعافية ان شاء الله. صدقوني لو اكو رقم معين ثابت كان حكيته، بس يا اخوان بس بالنسبة للشغل تقولون اكو شغل بالشارع. اي اقول لكم اكو شغل بالشارع، اللي يريد يطلع يشتغل اكو شغل بالشارع، يلزم فلوس يقدر يعيش، ويعيش عيشة كريمة. تعرفون شلون؟ عيشة كريمة تعيشها. لا يجيني احد ويقول ماكو شغل، لا اكو شغل، صح تعب وجهد بس اكو شغل. والله يعطيكم الصحة والعافية. وصدقوني لو اكو رقم معين كان انا حكيته، بس صدقوني ماكو رقم ثابت. لو اكو رقم معين كان انا حكيته لكم، بس ماكو رقم ثابت. بس اكو شغل بالشارع، اي اكو شغل بالشارع، والحمد لله والشكر. اطلع اشتغل جرب، اطلع اشتغل جرب اسبوع بالزايد، بس مال انه انت تطلع ساعة ساعتين لا، انا اقول لك ما راح تشتغل. ومزاجي بالشغل لا، الشغل ما يحب هيك شيء. الشغل يحب انه انت تطلع من الصبح، يعني اقل شيء انه انت تشتغل 12 ساعة متواصلة، تطن نفسك كل 5 ساعات ساعة ترتاح او نص ساعة ترتاح. فهذا الشغل، بس مال تطلع لساعة ساعتين لا، انا اقول لك ما راح تشتغل. واعرف وين تشتغل. طبعا انا ما ادخل بالاماكن اللي بيها ازدحامات، لا، احاول اكون بعيد عن الازدحامات وامشي على راحتي وادور على العبري على كيفي. العسكري يا اهلا وسهلا. بس ودينا على المحلي. ما شاء الله. الله يوديك. والديك ترى. المدام للمدرسة. حياك الله يا ام هلا فيك، الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. خير دين اربعة. رحم الله والديك، الله يعطيك الصحة والعافية. غراضك جبتهن؟ غراضك جبتهن؟ غراضي شنو؟ مدني. ايه الشنطة خليت هني مال السيد. مفتاحك حدي. مفتاحك عدتي ولا؟ مفتاح عدي وتليفوني عدي. وشكرا لك. حبيبي بالخدمة ان شاء الله. خلي ببالك اذا اردت تصير سائق تاكسي مو مجرد تسوق سيارة وخلاص، لا، هواي اكو تفاصيل وهواي اكو امور انت لازم تعرفها.
اولا لازم يكون عندك طاقة تحمل كبيرة، ثانيا لازم تتحمل العبري بكل تفاصيله، ثالثا لازم يكون عندك ايمان انه الرزق على الله سبحانه وتعالى، لان هو الوحيد الموزع الارزاق. رابعا لازم تكون قنوع بشغلك، يوم اكو شغل يوم ماكو شغل، فهذا الاشياء لازم تعرفهن يا صديق المتابع، يا عزيزي المشاهد، يا عزيزي المتباوع. حلوة مال المتباوع. يا عزيزي خلي لايك وخلي اشتراك وخلونا نتوكل على الله وهذا الحادث الزين، والله يسهل علينا وعليكم، وآية الرزق للجميع إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هي مدينة. مدينة البكر؟ ايه. بالخدمة إن شاء الله. أنا ليش أقول لك خليك صبور؟ لأن قسم برب العباد أنا صار لي ساعة أريد أن واحد يصعد وياي ماكو. أنا صار لي ساعة أريد أن بس واحد يسلم علي ماكو. فخليك صبور وقول يا الله دائما، واشكر رب العالمين دائما، والله يسهل. والله صار لي ساعة أفتر ماكو الشارع، ورغم أن الشارع يعني زحمة، مو تقول الشارع فارغ. فالرزق على الله. هو عنده احساس انه اكو عبري منتظرني، ما مأجر سيارة، يقول منتظر يسار. اي وينك؟ ما جاي اشوفك. انتم جاي تشوفونه يا جماعة الخير؟ وين اكو؟ يعني اكو واحد هنا منتظرني، بس وينه ما ادري، جاي ادور عليه. يا ترى وين ضام روحه؟ بيا فرع، بيا بيت، ايش تتصورون؟ احصل العبري منا او منا؟ ما اعرف. هذا الفرع ماكو، شول هذا الفرع ترابه. للمنصوري بس كنا نطلع منها على شارع يا علي، شارع امام علي خفيف. بالخدمة حبيبي. ايش قال؟ سهلة سهلة. ايش قال؟ 4. اي تلعب تعال. تفضل. هي من هنا وراح نطلع. تفضل. يلا ابوي. اي من هنا. طبعا لله الحمد وصلت العبري من بعد معاناة طويلة إلا حصلته، وخلونا نشوف طلب ثاني والله يسهل عليه إن شاء الله. خلونا نشوف الأخ. الله يسلمك. زي حبوبي. بالخدمة حبيبي. صراحة اجى الوقت اللي انا ارتاح بيه والسيارة ترتاح، شي نص ساعة ساعة اوقف ارتاح، يعني تنظيفات الدواخل على تايرات هيك شي حتى السيارة دائما تبقى نظيفة. فهيك شي كملت. طبعا اخذ الاستراحة مالتي من يكون في تور بالشارع او يكون ازدحام، هيك الساعة اخذ الاستراحة، شي نص ساعة مو اكثر. وبهيك شيء السيارة ارتاحت وأنا ارتاحت، ونكمل شغل ونقول يا الله. بقت عندي ساعة كاملة ولازم أدور على عبر زين، لأن من بعد الساعة لازم الأطفال يطلعون من المدرسة وأرجعهم للبيت، والله يسهل علي وإن شاء الله خير.
بس شوفوا لي جمال المنظر، فد شي. طبعا سويت حادث بسيط، يعني صراحة الشخص اللي دعمني كان جاي بالرون، وانا بوقتها كنت عابر شارع، ورغم انه هو الشارع كان فارغ، بس الشخص اللي دعمني كان يمشي معدل سرعة، فالحمد لله والشكر السيارة ما تأذت، مجرد الرقم مال السيارة، والحمد لله والشكر على كل حال. وبنهاية هذا اليوم يا رب ارزقنا راحة البال ويسر امورنا، والله يعطيكم الصحة والعافية، وفي امان الله محروسين.